العمل لغير الله تبارك وتعالى إما أن يكون رياء محضا كحال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، هذا مرفوض لا يقبله الله تبارك وتعالى أبدا. الثاني عمل لله لكن خالطه الرياء، الأصل أنه أراد الله تبارك وتعالى لكن خالطت نية قصد الله تبارك وتعالى نية أخرى وهي ثناء الناس، فهذه أيضا تفسد إذا كان من أول العمل. أما إذا كان في أثناء العمل فهذه ينقص الأجر بحسب ما قصد من النية. أما إذا خالطه غير الرياء كمن يحج للحج والتجارة، أو إنسان آخر يجاهد للجهاد والمغنم، فهذا كذلك ينقص أجره بقصد ما قصد بقدر ما قصد من إرادة التجارة أو إرادة المغنم. ثناء الناس عليك هل يؤثر على نيتك؟ لا يؤثر عليك ولا يؤثر على أجرك. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه هل يضره ذلك شيئا؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.